اقول لك اغرب القوانين في بعض الدول. هقول لك. سنغافورة هي الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي بتجرم بيع او مضغ العلكة او اللبان باللهجة المصرية. اما في ايطاليا في ساحة اسمها القديس مارك، لو اكلت الحمام في هذه الساحة هتدفع غرامة 700 يورو، بيقولوا عشان الحمام بيعمل بيبي على التماثيل الموجودة في المدينة. اما جمهورية الصين الشعبية لو خلفت اكتر من طفل واحد هتدفع غرامة. وفي النمسا ممنوع اكل الايس كريم امام البنوك. اما في اليونان القانون بيمنع النساء من ارتداء حذاء بكعب عالي في المناطق السياحية. ولو مواطن عايز يغير لون شعره في كوريا الشمالية لازم ياخد موافقة وزارة الداخلية. لو انت سايق سيارتك في المانيا والبنزين خلص وتعطلت السيارة هتدفع غرامة. وفي كولومبيا ممنوع البكاء في الاماكن العامة. اما في مدغشقر في مدينة اسمها مالغيشيا، عندهم عادة قديمة وهي كل 7 سنوات بيخرجوا جثث الموتى ويرقصوا معاهم.